يتميز مواليد برج الحوت بصفات مختلفة عن مواليد الأبراج الأخرى، فمثلا الكرم والطيبة تعبر عنهم كثيرا، بالمقابل توجد لديهم عيوب كغيرهم من باقي الأبراج. وإن كنت ولدت ما بين 19 شباط فبراير و20 آذار مارس، فأنت من أصحاب برج الحوت الهوائي ذو الرقم 12 خاتم دائرة الأبراج الفلكية. أهم صفات برج الحوت: الكرم، وأيضا هو شخص رحوم، سرعة البديهة ودقة الملاحظة. لا يهتم مواليد برج الحوت بالمناصب العالية والمراكز المهمة، يحب كثرة الكلام، حساس للغاية وخجول أيضا، بعيد كافة البعد عن الأنانية ومستعد دائما لمساعدة الآخرين دون انتظاره لمقابل. بديهي ولديه مواهب فنية كالموسيقى، مخلص كثيرا ومحب، شخصيته بعيدة كل البعد عن السطحية. من أكثر الحاجات التي يكرهها هي كسر الوعود وعدم الالتزام بها. مميزات أصحاب برج الحوت: يتفهم ظروف الغير ويقدر أوضاعهم، متفائل دائما ولديه نظرة إيجابية للحياة، لديه حكمة ومنطق، ودي للغاية ولا يتسرع بإطلاق الأحكام بل يسامح ويعطي فرص كثيرة، يتعامل مع الأسرار وكأنها أسراره، يتروى في اتخاذ قراراته ويفكر بهدوء ويثق بحدسه، يحب المغامرة وتجربة الأشياء الجديدة، يستشعر الكذب ويستطيع أن يعلم الصادق من الكاذب من خلال شخصيته، يحب نشر الحب بين الناس ويملك قلبا كبيرا، يستطيع الكذب بحرفية ممتازة لدرجة أنك ستعتقده صادق، يميل للكسل بعض الأوقات ولهذا يبحث أغلب الأحيان عن امرأة مسؤولة ليشعر أنه بإمكانه الاتكال عليها لتتحمل عنه بعض الأعباء والمهام الحياتية. ممكن أن يأخذ دور الضحية بغية جذب أنظار واهتمام الآخرين بسبب تأثير أورانوس. ينتمي لعالم الخيال والأحلام والأسرار بسبب تأثره بكوكبي نيوتن والقمر، مما يجعله غير واقعي بعض الشيء. إذا قرر قطع علاقته بأحد فسيقطعها للأبد. إذا حصل ودخل في حالة اكتئاب ينعزل عن العالم كاملا ويبقى بمفرده لكرهه أن يراها الآخرون بحالة ضعف. يساعدون غيرهم بشكل كبير ولكنهم مع الأسف لا يستطيعون مساعدة أنفسهم. يعترف بأخطائه ويتعلم منها على الدوام، لكن مزاجه متقلب كموج البحر وأحيانا تكون عواصفه مدمرة. الحوت والصداقة: يعشق المرح والمغامرات مع الأصدقاء، يحترم أهله وأصدقائه ويقدر ظروفهم وتعبهم، لكن لديه مشكلة أنه يفكر أكثر من اللازم ويتحمل ويهتم بالغير كثيرا، مما يجعله مبالغ بتصرفاته بعض الشيء. لديه قدرة عالية على جعل الآخرين ينسون همومهم، ولكن تظل همومه بلا نسيان. سريع الثقة بالآخرين نتيجة لطيبته. أبرز مشاهير الحوت العرب: هيفاء وهبي، ولدت في 1 آذار. صابر الرباعي، ولد في 13 آذار. يسرى، ولدت في 10 آذار. دينا الشربيني، ولدت في 17 آذار. حنان ترك، ولدت في 7 آذار. نجوى كرم، ولدت في 26 من شباط. سيرين عبد النور، ولدت في 21 من شباط. أحمد السقا، ولد في 1 من آذار. وأخيرا صفاء سلطان، ولدت في 15 من آذار. أبرز مشاهير الحوت الأجانب: ريهانا، شارون ستون، إليزابيث تايلور، ديفيد جيلمور، ساندي كراوفورد، كيرت كوبين، غلوريا فاندربيلت، والأهم جورج واشنطن. وكما ذكرنا لكم فإن مواليد برج الحوت يتميزون بصفات مختلفة، أولها الكرم والطيبة، بالمقابل أيضا توجد لديهم عيوب كغيرهم من باقي الأبراج.